بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد واصحابه وسلم. معانا النهارده ان شاء الله الدرس رقم 2، درس اسمه عكس نظريه فيثاغورس. درس سهل وبسيط. بس قبل ما نتكلم على عكس فيثاغورس لازم الاول افكرك بفيثاغورس كده، بس تبقى واقعه سودا لو انت اصلا مش عارف فيثاغورس شكلها عامل ازاي. فركز معاه بقى. فيثاغورس كان بيقول في المثلث القائم، وفيثاغورس ده ما كانش بينفع الا في المثلث القائم بس، يعني هو اصلا عامل نظريته في المثلث القائم بس. فقال لك لو انا عندي مثلث قائم، في مثلث قايم اهو، في زاوية قايمة زاوية ب مثلا. فقال لك يا حبيب قلبي ان لو انت معاك الضلعين دول بتلاتة ومعاك الضلع ده باربعة، فاقدر اجيب الالف ج. بجيبه من نظرية اسمها نظرية فيثاغورس. يبقى لازم يكون معاك ضلعين عشان اقدر اجيب الضلع التالت. قال لك ان دي زاوية قايمة صح، اللي قصادها ده بنسميه وتر. لو احنا محتاجين الوتر فبنعمل زائد، محتاجين اي ضلع من الاضلاع بنعمل ناقص. يعني لو انت محتاج الضلع الكبير الوتر ده اكبر ضلع طبعا، بنعمله زائد. محتاج واحد من الاتنين الصغيرين بنعمل ناقص. طيب بنجيبه ازاي بقى؟ فبنقول كده، بنقول قايلين جذر او الف ج بيساوي جذر الضلع الاولاني تربيع 3 تربيع زائد الضلع التاني تربيع 4 تربيع، فيطلع معانا بخمسة. يبقى هو ده الضلع. طب لو حاطط لك مثلث كده قائم اهو، اهو، وراح عامل لك الزاويه القايمه فوق، مش هتفرق بقى فوق ولا تحت، المهم حضرتك تبقى فاهم ان اللي قصادها الوتر وخلاص. راح مديك ده ب 10 سم ومديك ده ب 6 سم، وطلب منك الالف ج، تبقى عارف ان اللي قصادها ده الوتر، يبقى ده الوتر. انا بقى محتاج الالف ج، فالالف ج ده ضلع فنعمل ناقص، يبقى الالف ج عباره عن جذر برضو. ها، الوتر الاول 10 اس 2 او تربيع ناقص 6 اس 2، فتطلع معاك بالاله حاسبه 8. يبقى ساعتها 8. امال ايه بقى عكس فيثاغورس؟ انا كده افتكرت فيثاغورس. امال ايه عكس فيثاغورس ده بقى يا استاذ؟ قال لك عكس فيثاغورس ان هو يا باشمهندس يقوم هو مديك الاطوال. ايه ده؟ يديك الارقام؟ يعني لو انت بصيت كده، انا دلوقتي مديك الثلاث اطوال اهو، واحد بتلاتة وواحد باربعة وواحد بخمسة. امال انت طالب مني ايه؟ بسألك هل المثلث ده مثلث قائم ولا لا؟ ده اسمه عكس فيثاغورس. ده اسمه عكس فيثاغورس، ان انا هديك الثلاث اطوال واسالك هل ده مثلث قائم ولا لا. فانت عشان تعرف ان كان مثلث قائم ولا لا بعمل ايه؟ بعمل حاجه اسمها عكس نظريه فيثاغورس. يبقى انت بتعمل عكس اللي كان موجود بقى. طب هو عكس هعمل ايه يعني؟ برضو مش فاهم. هتربع الضلع الاولاني، هاخد الضلع الاولاني اربعه الف ب واحط عليه اس 2، تبقى 3 اس 2 تطلع بتسعة. واربع الضلع التاني، اخد الب ج اس 2 4 اس 2 يطلع ب 16. واربع الوتر اللي هو الف ج اس 2 5 تربيع يطلع ب 25. حلو كده، حلو كده. تقوم مبروز لي الكبير اهو، ده الكبير، وتقوم جامع الاتنين الصغيرين فلا يطلعوا قد الكبير، يبقى المثلث ده مثلث قائم. يعني انت لما تجمع الاتنين الصغيرين تطلع تسعة تسعة وستاشر 25. يبقى اقول له اذا أ ب أس 2 زائد ب ج أس 2 بيساوي أ ج أس 2. يبقى كده المثلث مثلث قائم. واحد ابن حلال يقول يا استاذ طب انا عاوز اعرف هو قائم في ايه، في الف ولا ب ولا ج ولا د ولا ايه بالظبط؟ مفيش د اصلا، بس الف ولا ب ولا ج. شوف الحرف المكرر هنا، هنا ب وهنا ب، فيبقى قائم في ب. يعني ناحيه اليمين تشوف الحرف المكرر، طب لو ناحيه الشمال تشوف الحرف الناقص. الحرف الناقص يعني اللي مش مكتوب هو الب، يبقى قائم في ب. تعال نشوف كمان واحد. ها، بقول لك ايه؟ بس كده على فكره. المثلث ده مثلث فيه ا ب باربعة ونص، ب ج بسبعة. ارسم اي مثلث اهو، اي مثلث، اي مثلث اهو، ا ب ج. ا ب باربعة ونص، ب ج بسبعة ونص، ا ج بستة. عاوز يثبت ان المثلث ده قائم. تعال عشان اثبت ان هو قائم هعمل ايه؟ هجيب كله ضلع تربيع. ماشي يا مستر، تعالى نجيب كله ضلع تربيع. هجيب ا ب اس 2 أربعة ونص أس 2، وهجيب الب ج أس 2 تطلع 7.5 تربيع، وهجيب الألف ج أس 2 6 أس 2. 6 أس 2 دي ب36، دي سهلة دي. تعالى بقى نحسب 4.5 أس 2، 4.5 تربيع تطلع ب20 وفاصلة 25%. نحسب 7.5 أس 2، 7.5 أس 2 تطلع ب56 و25%. تعالى بقى يلا نشوف اصغر اتنين فين ونجمعهم. فين اصغر اتنين؟ ده وده. فلو انت جمعتهم 20 25% و36 يطلعوا فعلا 56 و25%. فاقول له اذا الالف ب اس 2 زائد الالف ج اس 2 اللي هم اصغر اتنين، ده الصغير وده الصغير، بيساوي الكبير اهو اللي هو ب ج اس 2.
يبقى اذا المثلث ده مثلث مين؟ قائم. حتى الان مش هضيف قائم. طب واحد ابن حلال يقول له قائم في ايه؟ في الف ولا ب ولا ج؟ شوف الحرف المقرر، الف الف يبقى قائم في الف. بس كده، بس كده. ممكن يصعب الموضوع شويه، تقول لي صعبه ازاي؟ يقوم حاطط لك مثلث قائم ومثلث مش قائم. ايه ده بقى؟ ايه اللخبطه دي؟ لا والله لخبطه ولا حاجه. بص يا حبيب قلبي وركز، هو قايل لك في الشكل اللي قدام عينك ده، بص في مثلثين، مثلث تحت ومثلث فوق. مثلث تحت قائم ومثلث فوق مش قائم. هو بيقول لك اثبت ان الف د ج، الف د ج يعني زاويه د ب 90 درجه. يعني هو مكسوف يقول لك اثبت ان المثلث الف د ج قائم، مكسوف. فقايل لك اثبت ان الف د ج ب 90 درجه. طب ما هي نفس الجمله. عاوز اثبت ان المثلث اللي فوق ده مثلث قائم، فانا يا باشمهندس لازم ابدا باللي تحت، لازم ابدا بين المثلث القائم اجيب الثلاث اضلاع. لان في المثلث اللي تحت انت معاك ضلعين، لازم اجيب الضلع التالت، لازم من فيثاغورس. يقوم واحد قال لي يعني ما ينفعش اعمل اللي فوق؟ لا ما ينفعش، لان اللي فوق مش قائم. انا ببدا بين المثلث القائم اجيب الضلع اللي ناقص وبعد كده اكمل. فانا الاول في المثلث ا ب ج، طبعا الالف ج ده وتر عشان ده زائد قصاد اهو وقصاد فاقول 7 اس 2 زائد 24 اس 2 يطلع معاك 25 سم. كده انت معاك ده. استنى بقى وركز، جبت ده ب 25. اللي تحت بقى ما عدتش محتاجه في حاجه. خلاص خلاص، هو بس فايدته ان انا اجيب الضلع التالت منه. اهو شفت انا شخبطت عليه ازاي. تعالى بقى في المثلث ده، يلا يلا نعمل اللي كنا بنعمله حالا. هنجيب اول حاجه الف د اس 2 او د الف اس 2، 15 اس 2 يطلع ب 225. هجيب الدال ج اس 2 تطلع ب 20 تربيع يعني 400. هجيب الاول الاخير الف ج اس 2 تطلع معانا ب 25 اس 2 ب 625. بعد كده هتجمع الاتنين الصغيرين، الاتنين الصغيرين اللي هما 225 و 400. فألف د أس 2 زائد الدال ج أس 2 يطلعوا بيساوي الكبير ألف ج أس 2. يبقى المثلث ده مثلث قائم. طب قائم في مين؟ شوف الحرف المقرر، مين الحرف المقرر؟ د، يبقى قائم في د. بس كده، بس كده. عملت فيثاغورس وعكس فيثاغورس، الاتنين في نفس المسألة. طب تعالى نشوف كمان واحد. برضه نفس الفكرة اللي فاتت. توقف الفيديو بقى وحاول تحل كده، شوف هتعرف ولا لا. مديك مثلثين اهو. الاول اسمع الكلام، وقف الفيديو. او بقول لك اثبت ان ده الالف ج قائم، يعني عاوز يثبت ان ده الالف ج، ده الالف ج يعني عاوز يثبت ان ده اللي قائم. المهم مش هتفرق، يعني عاوز يثبت ان الف ب 90. تعالى في المثلث اللي تحت، احنا عاوزين نجيب الالف ج في فيثاغورس. اقول له الف ج عباره عن جذر 9 اس 2 زائد 12 اس 2 تطلع تقريبا ب 15. استنى ما نحسب. جذر 9 أس 2 زائد 12 أس 2 تطلع ب15. زمانك بتقول من تحت الفيديو بقى لو انت حليت يا مستر ب15 يلا حل. لا يعني انا عارف يلا بغلى، انت مالكش دعوه، سيبني انا اعمل اللي انا عاوزه. يلا نمسح اللي تحت اهو. يلا نشتغل بقى على اللي فوق. يلا هنجيب اول ضلع الف د اس 2 او د الف اس 2 8 اس 2 ب 64. اجيب الناحيه التانية الف ج اس 2 او د ج اس 2، د ج اس 2 اهو 17 اس 2 تطلع بكام؟ دي رقم صعب اوي دي. 17 اس 2 يطلع ب 289. اجيب الضلع التالت الف ج اس 2، الف ج اس 2 ب 15 اس 2 يطلع ب 225. طبعا انا من غير ما اجمع انا عارف ان انا لو جمعت الاتنين الصغيرين اهو ده وده يطلعوا ب 298، يطلعوا بيساوي الكبير يعني. يبقى ده الجيم اس 2 بيساوي مجموع الاتنين الصغيرين، او الاتنين الصغيرين بيساوي مجموع الكبير. يبقى الف د اس 2 زائد الف ج اس 2 بيساوي الكبير اللي هو ده الجيم اس 2. يبقى المثلث ده مثلث قائم. وتعالى نشوف الحرف المقرر قائم في الف. هو عاوز يثبت ان الف هي اللي ب 90 درجه. المطلوب التاني، وركز بقى في المطلوب التاني وصحصح لي كده في المطلوب التاني، لان المطلوب التاني معتمد على الوحده الاولى بقى. بيقول لك ثم موجد مساحة الشكل. مساحة الشكل ده يا باشمهندس عبارة عن مثلثين، واحد اتنين. فهو عاوز مساحة الشكل. مساحة الشكل ده هجيب مساحة المثلث اللي تحت واجيب مساحة المثلث اللي فوق. فأنا هجيب مساحة المثلث الأولاني اللي هو أ ب ج. طبعا مساحة المثلث أكيد حضرتك نسيت، بس نص القاعدة في الارتفاع، لأن دي مساحة المثلث، نص القاعدة في الارتفاع. يبقى نص في القاعدة اللي هي تحت، كنا بناخد القاعدة والارتفاع اللي هم علامة الزاوية القايمة يعني. يبقى نص في 12 في 9. نص ال 12 6 في 9 ب 54.
يبقى 54 سنتيمتر مربع. ده مساحة المثلث الأولاني. نجيب مساحة المثلث التاني. مساحة المثلث رقم 2 اللي هو أ د ج. يلا نص القاعدة في الارتفاع. تعالى بقى نشوف القاعدة وفين الارتفاع. خلي بالك إن احنا ثبتنا إن الزاوية القايمة هي أ. دي الألف. واحنا جبنا من ده، مش احنا جبنا ده من شوية 15. معلش انا مسحت. فنص القاعدة في الارتفاع هناخد برضو الضلعين اللي عليهم الزاوية القايمة. ماليش دعوة بالوتر خالص. اوعى تاخد الوتر، مالكش دعوة بالضلع. يبقى اقول له نص في 8 في 15 او نص في 15 في 8، مش هتفرق، كده كده انت هتحسبها بالآلة. يبقى نص، يبقى تطلع ب60. هو بقى عاوز مساحة الشكل كله. الشكل كله اللي هو عبارة عن مثلثين، الشكل على بعضه. هو هنا عاوز في السؤال مساحة الشكل أ ب ج د. أ ب ج د يعني كل ده، هو عاوز المثلثين على بعض يعني. فتجمع ال54 زائد ال100 زائد ال60 يطلع ب114 سنتيمتر مربع. تمام. هي بس زودت لك عليها الحتة بتاعت المساحة دي. يلا كمان واحد. بقولك في الشكل اللي قدام عينك ده، بتاع ده ملبوس ولا ايه؟ في الشكل اللي قدام عينك ده مديك الاطوال كله. خلي بالك ان في حته اسمها منتصف اهي، يعني الحته دي قد الحته دي. عاوز طول الالف ج. ماشي سهله، اجيب الالف ج يا مستر. انا صغير، ما هو مثلث قائم اهو. مش ده مثلث قائم؟ اهو. اللي هو المثلث ده اهو يا حبيبي. بص عشان انا عارف ان انت ايه على الله. اهو اللي هو بالاصفر ده، ده مثلث قائم. معاك ضلعين، واحد بستة واحد بتمانية. اقدر اجيب الالف ج. يبقى في المثلث ألف ب ج. ألف ج بيساوي ده الوتر، يبقى جذر 6 تربيع زائد 8 تربيع، تطلع معاك ب10 سنتي. ده كده المطلوب الأولاني. طبعا ال10 سنتي كل ده 10 سنتي. تقول لي وبعد كده هو قايل لك ان الدال في المنتصف، يعني هو قايل لك ان ده منتصف الالف ج. يعني استفاد منها ايه؟ استفاد منها ان الالف دال هي الدال ج، كل واحده منهم ب5 سنتي. يعني ال10 تتقسم 5 و5. بعد كده قال لك اثبت ان زاويه الف دال او دال الف ه، دال الف ه 90. يعني بيقول لك في المثلث اللي فوق ده اثبت لي ان الالف ب90. يبقى انت اللي تحت ما انتش محتاجه في حاجه اهو. تعالى بقى اللي فوق. يلا هجيب اول حاجه، اجيب الالف دال تربيع. 5 تربيع يطلع ب25. هجيب الالف ه تربيع. الف ه تربيع عباره عن 12 تربيع ب144. هجيب اخر حاجه الدال ه تربيع. دال ه تربيع يطلع ب13 تربيع، يطلع ب169 تقريبا. بعد كده لما تبروز الكبير اهو وتجمع الاتنين الصغيرين دول، فهتلاقي ان الاتنين الصغيرين دول بيساوي الكبير. الاتنين الصغيرين بيساوي الكبير. يبقى المثلث ده مثلث قائم. يبقى اذا المثلث ده مثلث قائم. وشوف الحرف المقرر في الف، او قلت لك بص هنا وشوف الحرف الناقص ايه. كمان واحد. دي سهله بقى. وقف الفيديو بقى، حاول تحل بقى، اسمع كلام امي بقى. عاوز طول البي جي. ماشي يا مستر. انا عندي في المثلث اللي على الشمال ده اهو، ده مثلث قائم. هو عاوز البي جي. خلاص يلا. في المثلث ا ب ج، عندك ب ج ده ضلع مش وتر بقى، ضلع يبقى ناقص. يبقى 10 أس 2 ناقص 6 أس 2 يطلع معاك ب8. وخلي بالك ان في ناس حسبتها على الآلة الحاسبة، حسبت الستة الأول، فالآلة الحاسبة شتمتهم وطلعت ماس ايرور. لأن ما ينفعش أكتب الصغير الأول، أكتب الكبير الأول عشان الرقم اللي تحت الجذر لازم يطلع بالموجب، فلازم أكتب الكبير الأول. كده أنت جبت الب ج ب8. بس هو مديك ان الدال ب كلها ب12. طب لو انت عاوز الدال ج الحته الصغيره دي، كل دي ب12، دي خدت 8، فاقول 12 ناقص 8 تطلع ب4. يبقى انا في المثلث اللي على اليمين كده كده انا معايا دي ب4. يبقى المثلث اللي على الشمال ده ما عادش ليه لازمه. يلا بقى نشتغل على المثلث اللي على اليمين ده. هقول له اول حاجه اجيب الدال ه 3 أس 2. 3 أس 2 ب9. واجيب الدال ج أس 2. اجيب ال4 أس 2 تطلع ب16. اجيب اله ج أس 2. 5 أس 2 تطلع ب25. كده انا قدرت اثبت ان الضلعين الصغيرين ده الصغير وده الصغير بيساوي الكبير. يبقى ده اله أس 2 زائد الدال ج أس 2 بيساوي اله ج أس 2. يبقى المثلث ده يا باشمهندس مثلث قائم فيه، شوف الحرف المقرر ده، يبقى قائم في ده. هو حتى عاوز يثبت ان ده ب90 درجة. خلاص كده خلصت. سهل. رد عليا قول سهل. سهل يا مستر، شاطر. دي اخر سؤال معانا، اخر سؤال ان شاء الله.
بص معايا هنا يلا بقول ايه. ألف ب ج د شبه منحرف، ده شبه منحرف. ألف ده بيوازي ومديك عمودي وقصة كبيرة كده. عاوز طول أول حاجة تجيب لي الجيم هي، الجيم هي الحتة الصغننة دي، ده هي. وبعد كده طول الدال ب، طول الدال ب اللي هو احنا هنوصله، احنا هنوصل الدال بالب ونجيبه ماشي. وبعد كده مساحة شبه منحرف، ايه ده؟ وبعد كده ده مدخلك الدروس كلها، ده كل اللي انت خدته قبل كده مدولك في المسألة هنا. تعالى بقى صلي على النبي كده وركز. اول حاجة يا مستر، اول حاجة اني انا عارف ان اللي فوق ده مستطيل، اللي فوق ده مستطيل ماشي. تقول لي هعمل ايه؟ ده مستطيل، فمن خواص المستطيل ان كل ضلعين قصاد بعض متساويين. يعني الالف دال هي الب ه، صح؟ ده ب 12 وده ب 12، ده ب 12 وده ب 12. بعد كده هو مديك ه ب 90، قياس زاوية ه ب 90. تعرف يعني ايه قياس زاوية ه ب 90؟ اه يعني المثلث اللي على الشمال ده مثلث قائم، قائم. فانا اقدر اجيب الهي ج من فيثاغورس، بس ده ضلع فناقص، يبقى الهي ج عبارة عن جذر الوتر 13، يبقى 13 أس 2 ناقص الضلع تربيع 12 أس 2، تطلع معاك بخمسة سنتي. ايه ده كده؟ ده أول مطلوب، ده حلو أوي دي. يبقى ده بخمسة ماشي، وده كده كده ب12. المطلوب التاني عاوز طول الألف ب، الألف ب ده اللي هو الحتة دي. وركز بقى، سهل. تقول لي سهلة ازاي؟ مش اللي تحت دي كلها اللي هي الدال جيم ب3.8 من 10؟ اه ده الجيم كلها ب3.8 من 10 سنتي. طب ما انت جبت الهي جيم بخمسة، يبقى انا لو طرحت الكبير دي كلها ب3.8 من 10 ودي بخمسة، مش انا اقدر اجيب الدال ه؟ اه. والدال ه هيها الالف ب، لانه ده مستطيل. فلما اطرح ال3.8 من 10 ناقص الخمسة، اللي يتبقى لك هو ده الدال ه، اللي هو 28.8 من 10 سنتي. يبقى ده 28.8 من 10 وده 28.8 من 10. ده حلو أوي، ده سهل جدا، اه سهل. تعال نشوف المطلوب التالي. عاوز منك، استنى اصغر الرسمة شوية. عاوز طول الدال ب، الدال ب مش موجودة فانا هوصلها في مثلث، بس انت مش واخد بالك منه اهو. اه. طب ما هو المثلث ده مثلث قائم يا باشمهندس، والدال ب ده يبقى يعتبر وتر في المثلث اللي هو ب د ه، اللي هو ب 12 و28.8 ده. فانا اقدر اجيب الب ده من فيثاغورس او الجذر 8 12 تربيع زائد 28.8 تربيع. فتطلع ان الدال ب ب31.2 سنتي. حلو، ده كده الدنيا بدأت تسهل. عاوز مساحة شبه منحرف، الوحدة اللي فاتت مساحة شبه منحرف، حد حافظ القانون؟ ها؟ نزلت لك انا الفيديو، لو متفرجتش على الدروس دي كلها هتلاقي الوصف عندك في القوائم. تانية اعدادي هتلاقي فيها كل الدروس اللي اتشرحت ان شاء الله. مساحة شبه منحرف هو عبارة عن مجموع القاعدتين على 2 في الارتفاع، مجموع القاعدتين على 2 في الارتفاع. طب تعالى بقى، فين بقى مجموع القاعدتين على 2 في الارتفاع دول؟ مجموع القاعدتين اللي هما القاعدة اللي فوق واللي تحت دول اسمهم مجموع القاعدتين. يعني بنجمع القاعدة اللي فوق واللي تحت، اللي فوق 28.8 واللي تحت 33.8. يبقى 28.8 زائد 33.8 على 2 في الارتفاع. الارتفاع ده اللي هو نازل عمودي، أي حاجة عمودي، يعني لا إما الألف د لا إما الب ه. فأقول له في 12 وأحطها على الآلة الحاسبة تطلع 375.6 سنتيمتر مربع. حلو أوي. فاضل إيه تاني؟ اللي هو درسنا بقى، الله كل ده مش درسنا النهارده للأسف، كل ده قديم. اثبت إن زاوية د ب ج د ب ج، والنبي ركز، د ب ج اللي هو المثلث ده. هقرب لك الرسمة. د ب ج ده اهو قائم. فنعمل بقى عكس فيثاغورس. تعالى بقى معايا، انا هحلها على الشمال هنا ويلا. هعمل في المثلث ده الب ج، يبقى اول حاجه هجيب الب ج. طبعا الب ج هو مديلك ب 13، 13 اس 2 ب 169. وهجيب الدال ج، الدال ج اس 2، دال ج اس 2 اللي هي 33.8 اس 2. استنى نحسبها دي بالآلة. 33.8، 33.8 تربيع. تطلع ايه الرقم ده؟ 1124
1142 و44%. بعد كده الب د اصلا احنا جايبينه، هو عشان كده كان طالبه الب د ب31.2 يبقى 31.2 تربيع ب د واحد تربيع 31.2 تربيع، فأربع دي 31.2 تطلع ب973.44%. طبعا كده خلصنا بقى. ليه؟ لأن انت فعلا الاتنين الصغيرين اهم، دول الاتنين الصغيرين اهم، واللي بالاحمر ده الكبير. فانا لما اجمع الاتنين الصغيرين ب ج تربيع زائد الب د تربيع هلاقيه فعلا بيساوي الكبير اللي هو د ج تربيع. يبقى المثلث ده مثلث قائم، ولو عاوز تعرف قائم في مين الحرف المتكرر ب يبقى قائم في ب. طبعا سؤال بيجمع لك كل اللي احنا خدناه. خدوا بقى سكرين وذاكروا كده. وبكده نكون وصلنا لاخر سؤال عندنا في الامتحان في الدرس. لو استفدت منها ما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات، وتدعي لنا دعوة حلوة كده عشان نكمل ونتقابل الدرس الجاي ان شاء الله. مع السلامة.